متتبعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة من قالوا زمان سنقدم أمثالا شعبية مغربية مع بيان معانيها ودلالاتها. وكما تعلمون فإن الأمثال الشعبية تعد من التراث الشعبي الشفهي، وهي تحمل معاني ورسائل هامة نستنبط منها الدروس والعبر، قد نقتدي بها وقد نتعلم منها. وتحمل هذه الأمثال في مغزاها أبقى الماضي، كما تعبر عن تراث وحضارة البلد. فهذه بعض الأمثال الشعبية المغربية إذن، مع بيان معانيها ودلالاتها. اسكت وسديت فمي، قالوا في العجايب، دويت ودافعت عن حقي، قالوا علي خايب. معناه لا يستطيع المرء إرضاء الآخرين مهما فعل، فلذلك لا ينبغي الاهتمام بما يتفوهون به، وعليه أن يمضي في طريقه لقضاء حوائجه. جاي يضرب الباكورة اخطى جنان. هذا المثال يقال لمن كان يريد الحصول على شيء ما فتصرف بطريقة تؤدي إلى إبعاده عنه وعدم الحصول عليه. اللسان ما فيه عظم. يقصد بهذا المثل أهمية التفكير في الكلام قبل التفوه به، حتى لا يتسبب في إيذاء الآخرين. يا من خرف سبق به القرن. القرنة كما تعلمون هي المجزرة، ويعني أن الموت ما هي لا بكبير ولا بصغير، ولكن الأجل إلوف. عيبت المذبوحة على المسلوخة، جاءت مطيرة الراس قالت لهم أنا لكم. المعنى واضح، بحيث أن الأكثر عيوبا يعير دائما الأقل عيوبا منه، كما يقول المثل الله ينبهنا لعيوبنا. كاين مثل آخر في هذا المعنى النيت، في هذا الصدد، كيقول عيبت المسلوخة على المذبوحة، قامت مطيرة المخ كتحامي، جات مقطعة الشراوط كتقول لهم اهداو. وهذا عنده معنى آخر، هذا مثل عنده معنى آخر. هناك مثل يقول صفي واشرب ونقي وكول. يعني ينبغي على الإنسان أن يسعى في طلب رزقه في الحلال وبعرق جبينه كي يبارك الله له فيه، وكما نقول الله يطعمنا حلال. الله يرحم من زار وخفف. هذا المثل كتضرب معنى ديال الضيف، عليه الالتزام بحدود الضيافة، وأن لا يكون ثقيلا فينصرف دون إطالة البقاء ببيت المضيف. تمشي ناس وتجي ناس، ويبقى رضا الوالدين تاج فوق الراس. يعني مهما عاشرت من أشخاص لم يهتم بك ويبكي عليك سوى والديك، كما كنقولوا ما كاينش محسن من الوالدين. ضرب الحديد ما حدو سخون. معناه على الإنسان اغتنام الفرصة قبل ضياعها وفوات الأوان. أشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء مع مجموعة أمثال أخرى مع بيان معانيها ودلالاتها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.